ايه الفرق ما بين الاي اي، الماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ لازم نبقى عارفين ان الاي اي هو الدايره الكبيره. الاي اي هو ان انا عايز اعمل حاجه تفكر زيي واحسن مني. طيب تفكر زيي اوكي، احسن مني ازاي؟ انت لما بتيجي تاخد اي قرار في حياتك في معوقات كتير بتقابلك، زي انت جعان، انت عطشان، انت مش في المود. كل ده بيخليك تطول قوي في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت الاكيوريسي بتاعت قرارك بتبقى قليله. فبالتالي الحتت دي او الايموشنز دي هي اللي بتفرق معانا في اتخاذ القرارات بتاعتنا. الاي اي ما فيهوش الكلام ده. في الاخر الاي اي عباره عن معادله رياضيه داخل لها شويه ارقام، خارج منها شويه ارقام. مفيش انا جعان، مفيش عطشان، مفيش نايم. فبالتالي طريقه استنتاج او اتخاذ القرارات بتبقى اسرع منك، وفي نفس الوقت كاكيوريسي بتبقى اعلى منك شويه. فبناء عليه بنستخدم الاي اي ان هو يبقى ديسيجن سبورت، يدعم القرارات اللي احنا بناخدها في الدومينز اللي احنا شغالين فيها. طيب انا بحقق الدايره الكبيره دي ازاي؟ عن طريق الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج عباره ان انا عندي داتا، الداتا دي انا بتدرب عليها ماشين ليرنينج موديل، اللي هو عباره عن ايكويشن او معادله رياضيه، وبناء عليه ابدا اختبر الماشين ليرنينج موديل ده واشوفه هيجاوب صح ولا غلط بناء على اللي هو اتدرب عليه. طيب ايه هو الديب ليرنينج؟ الديب ليرنينج هو الماشين ليرنينج، ولكن الفكره ببساطه ان الماشين ليرنينج لو المعادله رياضيه متوسطه السهوله، لا انا ممكن الاقي ان معادله الديب ليرنينج معادله معقده شويه. الديب ليرنينج هي معادلات رياضيه اصعب، فبتتطلب داتا اكتر، فبتتطلب ابلكيشنز تكون كومبلكس اكتر علشان اقدر اوصل بيها للمرحله او الاكيورسي اللي تكون ساتسفاينج بالنسبه ليا وساتسفاينج بالنسبه للابلكيشن او الدومين اللي انا شغال عليه. لو عايز تعرف اكتر تابعنا الفتره الجايه.